السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أحسن حال. دلوقتي في تاني مرحلة من عمر الأطفال اللي من سن 18 شهر ولغاية 24 شهر. ايه الوقت المسموح بيه إن الطفل يستخدم الموبايل؟ يعني من سن سنة ونص ولغاية سن سنتين. انتوا عارفين إن برضو في العمر ده ممنوع الطفل يقعد مع الموبايل مع نفسه من غير إشراف الوالدين. ممنوع ممنوع. المسموح في الست شهور دول ان الطفل يقعد مع باباه او مع مامته ويتفرجوا على محتوى هادف مع بعض. يعني انت تمسكي ابنك او بنتك وتقعدي وتشغلي مثلا ايه، حاجه فيها الوان، فيها خضروات، فيها مثلا اشكال الحيوانات واصواتهم، وتبداي تعلميه من خلال الموبايل. لكن لوحده لا. ممنوع برضو لسه لغاية دلوقتي ان الطفل يمسك الموبايل ولا حتى لمدة 5 دقايق لوحده. لازم محتوى هادف مع باباه او مامته، مش لوحده. تمام. طيب هنعمل ايه في السن دوت يا دكتورة؟ وهنشغله بايه؟ السن ده سن تطوير المهارات. ممكن بقى هنبدأ نجيب له العاب اللي هي مكعبات، ويبني برج وبازل ويركب البازل، الاشكال الهندسية، اشكال المجسمات، حيوانات المزرعه، حيوانات الغابه. ممكن برضو زي ما قلنا افكار كتير من على النت بنعملها بطرق سهله جدا في البيت ويبدا يلعب فيها. الفتره دي نقدر بقى ايه، ان اللعب شويه يكون هادف ويبقى فيه تنميه مهارات. هنجيب قصص وكتب ونبدا نقرا له ويبدا يشوف كتب ملونه ويسمي الاشياء في الكتب الملونه ديت. عندنا افكار كتير ممكن نجيبها من على النت للعمر دوت. بس العمر دوت هو عمر بقى ان احنا نطور مهارات الطفل بافكار كتيره، وطبعا نكلمه كتير ونتواصل معاه كتير. لكن ممنوع الشاشات يا جماعه للطفل لوحده، سواء تلفزيون زي ما بنقول سواء موبايل. حتى لو تلفزيون احنا قاعدين مع بعض وبنتكلم، انت شايف ايه الحاجه اللي قدامك ديت، الولد بيعمل ايه. مش لوحده في السن ده. لسه لغايه دلوقتي ممنوع الطفل لا يقعد قدام شاشه التلفزيون لوحده ولا يمسك موبايل لوحده. نتفاعل معاه كتير، نلعب معاه كتير، نكلمه كتير ونغني له كتير، ويبدأ يعرف كل حاجة عن أكله والشرب، ونسمي له كل الأشياء بمسمياتها، علشان إن شاء الله بإذن الله التواصل عنده يكون أحسن حاجة واللغة كمان تكون أحسن حاجة. يلا نصلي على النبي وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.